قل هذه سبيلي أدعو إلى الله من أجمل ما تتزين به الفتاة الحياء، ما أروعه من زينة. ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغالي الماس والذهب، ما أقبحها وإن لبست أغلى الماس وأغلى الذهب إن فقدت حياءها. رسالة إلى حواء. أتعجب مما أرى مما أسمع، وأنا لا أريد أن أخدش حياء إخواني وأخواتي وأنا أتكلم عن الحياء. وأنا في زيارة لألمانيا في المركز الإسلامي في فرانكفورت، أدخل إخواني علي فتاة تريد أن تسلم، وسألناها يومها عن سبب إسلامها، فقالت كلاما بديعا جدا. قالت في كلمات دقيقة وقليلة ابتداء: لأن الإسلام دين العفة. قلت لا، مش مستوعب المعنى ده. يعني ايه الإسلام دين العفة؟ هذا الذي أدخلك الإسلام؟ فقالت هذه الأخت الفاضلة بأنها كانت في زيارة لهولندا، قالت وفي ميدان عام سمعت تصفيقا حدا وصراخا وأصواتا تتعالى. بتقول اقتربت من هذا الميدان لأرى ايه اللي موجود داخل هذه الحلقة الكبيرة من الرجال والنساء في هذا الزحام. تقول لي وجدت هي رجلا يمارس الزنا الفاحشة مع امرأة على مرأى مساع من هذا الجنب. رسالة إلى حواء. يا للعار ويا للأسف ويا للحزن. هل تصدق أن هناك من الخلق من انتكست فطرهم وتركوا وتخلوا حتى عن هذا الحياء الغريزي الجبلي الفطري؟ هل تصدق هذا؟ أية حياة، بل انتكست الفطر، انتكست الفطر. أعلم أن هناك من الحيوانات البعير يعني الجمل، الإبل، البعير لا يمكن على الإطلاق أن يقبل الذكر على الأنثى إن شعر أن عينا تراقبه أو تراه. لا إله إلا الله. في الحيوانات نرى هذا. فتصور أن تنتكس الفطرة إلى هذا الحد. ما أجمل الحياء وما أزين الحياء حين تتحلى به النساء والفتيات والبنات في الأقوال والملبس والأفعال والأحوال. رسالة إلى حواء. يا الله. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وقد وضعت ثيابي، يعني تتخفف، تلبس ثيابا خفيفة كالثياب التي تلبسها المرأة في بيتها أو في حجرة نومها لزوجها. تقول: كنت أدخل الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وقد وضعت ثيابي وأقول: إنما هو زوجي وأبي، إنما هو زوجي وأبي. اسمع. تقول: فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما دخلت الحجرة إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا الله، وهو ميت تستحيي الحصان الرسان من عمر بن الخطاب وهو في قبره، فما ظنك بحيائها مع الأحياء؟ رسالة إلى حواء. إلى حواء. إلى حواء.